العيش المصري ترند في أمريكا. الناس هناك واقفة توابير قدام مطاعم عشان تاكل حاجة احنا بنعتبرها عادية. الغريب إن الرغيف مش اختراع جديد، ده نفس الأكلة اللي كان الفراعنة بيخبزوها من آلاف السنين. اللي بتشوفه النهاردة في أفران نيويورك ولوس أنجلوس هو نفس اللي مرسوم على جدران المعابد في طيبة والأقصر. الغريب مش إنهم بيحبوه، الغريب إن العالم لسه بيجري ورا سر أكلة احنا ورثناها من أجدادنا وبقينا بناكلها من غير ما نحس بقيمتها. إزاي رغيف فرعوني بسيط قدر يوصل يبقى موضة عالمية وإحنا هنا ساعات بنشوفه عادي؟ العيش البلدي مش مجرد أكل، ده اختراع مصري قديم من أيام الفراعنة. المصري هو أول إنسان يسيب الحبة تخمر ويحولها لرغيف سخن ريحته تملى المكان. وعشان كده الأجانب لما بيجوا مصر وياكلوا العيش البلدي بيقولوا ده مش خبز، دي حضارة بتتاكل. الرغيف ده مش مجرد أكل الغلابة، ده سر الحياة. مش صدفة إن المصري يقول عليه عيش. السؤال هنا، إحنا لسه شايفين الرغيف اللي في إيدينا نعمة ولا بقينا بناكله من غير ما نفكر إن ده أعظم اختراع مصري غير شكل الدنيا؟ الموضوع مش كيس شيبسي، الموضوع إن في ناس بتتنسي ومحدش بيسأل عنها. الراجل الغلبان اللي في الفيديو ده مش محتاج شهرة ولا لقطة، محتاج يعيش بكرامة. راجل بسيط في سنه المفروض يعيش مرتاح معزز مكرم، لكن اتصور وهو محتاج. المفروض الناس تسأل هو إيه اللي وصله لكده وإيه المشكلة الأساسية. لكن لأ، إحنا كعادتنا مسكنا في التفصيلة التافهة كيس الشيبسي وحولناها حفلات وتكريم وصحافة، والبطل الحقيقي اتشال من الصورة. إحنا بقينا نحب الشو والترند أكتر مننا نواجه الحقيقة. بنصنع نجم من لقطة ونسيب إنسان، وبعد كده نستغرب ليه حياتنا واقفة مكانها. ما هو طبيعي طول ما أنت بتضحك على القشور وتسيب الجذور. السؤال اللي عايزة أسيبه معاكم، لو يوم من الأيام بقيتوا مكان الراجل ده، تحبوا الناس تكرم الكيس ولا تحترم الإنسان؟ يمكن أبسط تغيير نعمله إننا نبتدي نفكر، هو أنا شايف اللي حواليا بجد ولا أنا مشغول باللقطة؟ بس تعالوا ما أقول لكم المفاجأة. الكائن الصغير ده اتشهر في العالم باسمه مودينج وبقى ترند على السوشيال ميديا، والناس اتجمعت وبقت تزوره كأنه نجم سينما. ودي رسالة لينا، الحجم مش اللي بيعمل قيمتك، البساطة هي اللي بتخلي القلوب تفتكرك. وبرغم إنه مهدد بالانقراض وعدده قليل جدا، مجرد ظهور واحد زي مودينج خلى العالم كله يقع في حبه ويتكلم عنه. والأغرب إنه مش اجتماعي زي قريبه الكبير، ده بيحب العزلة وبيظهر بالليل بس يدور على الأكل ويرجع يستخبى تاني. بس عنده سر من أسرار الطبيعة، مادة غامضة بتشتغل زي واقي شمس طبيعي بتحمي جلده من الحرارة والبكتيريا. يعني حتى الكائن الصغير ده عنده درع سري يحافظ عليه من غير ما حد يفهم ازاي. لكن لو فرس النهر القزم علمنا ازاي نستخبى ورا أسرار غامضة، فالحيوان اللي جاي هيظهر قدامنا في النور لابس بدلة سودة وماشي على التلج كأنه بطل فيلم غامض. استنوني في الحلقة الجاية. سمعتوا قبل كده عن عفريت الفطار؟ ده بيفضل ماشي ورا كل راجل نازل من البيت جعان مستني يشوف من أول واحدة هتقدم له الفطار. لو الفطار جه من البيت العفريت بيمشي ويسيب الراجل في حاله، لكن لو الفطار جه من إيد صاحبته اللي في الشغل العفريت يضحك ويقول أهي فرصة جديدة واتلقطت. يعني باختصار الفطار مش رفاهية، ده صمام أمان لبيتك. خليك انت أول لقمة في يومه مش آخر فرصة عند غيرك. مش لازم بيض وأومليت وسجق، سندوتش جبنة أو حتى بسكوتاية جنب كوباية الشاي بتقول لجوزك خد قوتك وادعيلي. الموضوع مش عفريت ولا سحر، الموضوع إن أول لقمة في اليوم مش بس أكل، دي رسالة بتقولي له فيها أنا واخدة بالي منك. يا ترى أنتم مؤمنين بعفريت الفطار ولا شايفينه مجرد فرصة حد بيلقطها؟ لو هنعمل فيلم عن شيرين وحسام هيتصنف رومانسي ولا رعب نفسي؟ أنا مش هتكلم عنهم زي ما الكل بيتكلم، أنا هاخد الموضوع من زاوية تانية. قصتهم مش مجرد رجوع وطلاق زي ما الناس بتشوف، دي نسخة مكبرة من اللي بيحصل حوالينا. في علاقات بتبقى في شبه متاهة، مهما نحاول نخرج منها نلاقي نفسنا واقفين تاني عند نفس النقطة. الناس حواليهم بتدي أحكام، مرة يقولوا ضعفت ومرة يقولوا مصلحجي، بس الحقيقة إن محدش بيعرفها. كل واحد فينا عنده دراما سودة متكررة، خناقة وحظر ورجوع، بس الفرق إن محدش بيكتب عنك في السوشيال ميديا. تحب أزود لك قصتهم فعلا بتفكرني بفيلم العشق والهوى. الفيلم خلص من على الشاشة لكن هم لسه قدامنا على السوشيال ميديا. وهنا السؤال، لو حياتك فيلم
تحب الناس تشوف كل مشاهد ضعفك، ولا في لحظة هتقول كفاية الإضاءة تطفي؟